السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات الشتاء والحاجات الجميلة في الشتاء. هنعمل مع بعض البليلة بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة، وهتعملي أحلى بليلة في البيت. معانا هنا قمح مقشور، هننقعه لمدة ساعتين. بعد كده هنغسله ونصفيه وهنحط عليه مية مغلية، هنسيبه على النار يستوي. اهم حاجة نتابعه باستمرار. هو خلاص كده استوى وبدأ هيتشرب المية بتاعته، هنغطيه ونسيبه. بعد كده معانا هنجيب القمح. معايا هنا كوباية كبيرة لبن، معلقتين كبار سكر، والقمح اللي احنا سلقناه. طبعا هنعمل على قد عدد الافراد اللي هتاكل، على قد عدد الافراد اللي هتاكل هنعمل على قد بالظبط. معايا هنا نص معلقه صغيره كريم شانتيه ومعلقه قشطه صغيره، هنضيفها بس لما يكون خلاص قربنا على مرحله الغليان. هنستمر في التقليب، واهم حاجه نظبط السكر. اول ما نلاقيه خلاص بيغلي واللبن بيغلي هنقدمها. سهله وبسيطه جدا وجميله، ومن الاكلات المحببه في الشتاء، من الحاجات الجميله. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا، هتعجبكم. وصفه سهله وبسيطه، ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.